يوم لا ملك إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت أو ما تنفق يمينه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنين والمؤمنات، حديثي معكم اليوم خاص بفئة عمرية معينة لها من المكانة والسؤدد والشرف ما سطرته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره القرآن. هذه الفئة هي فئة القوة، فئة النصرة، فئة العطاء، فئة الإنتاج، فئة الدعامة، الفئة التي انتصر بها الإسلام. حينما تجتمع قوة الشباب مع حكمة الشيوخ والكبار تؤتي الأمة أكلها وتعطي الأمة ثمراتها وحضارتها. حديثي مع فئة الشباب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لهؤلاء السبعة أنت أيها الشاب شاب نشأ في عبادة الله، شاب أنفق زهرة حياته ونضارة عمره وأعطى لله عز وجل غالي حياته ونفيس وقته، ألا وهي مرحلة الشباب، مرحلة العطاء، مرحلة القوة، مرحلة تفسير الطاقات وإظهار المواهب والاستعدادات، مرحلة الفتوة كما قال الله عز وجل وهو يتحدث عن قصة أصحاب الكهف وصفهم بوصف الفتوة: إنهم فتية آمنوا بربهم واتقوا العقيدة السليمة، آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم حينما حكموا العقيدة زادهم الله هدى وربط الله على قلوبهم ثبت قلوبهم عن الحق في زمن الفتن إزاء المواقف الصعبة، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض في وجه طاغية ظالم جبار كان يحكم لنا ذلك قبل الإسلام. وحدوا الله عز وجل إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. وحدثنا القرآن أيضا عن سيدنا إبراهيم فوصفه بوصف الفتوة وهو وصف الشباب في مرحلة مقتبل العمر وزهرة الحياة ويتبوعها ونضارتها. قالوا أي قوم سيدنا إبراهيم قالوا إنا سمعنا فتى أو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى من الفتوة يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. حديثي معك أيها الشاب وأنت في مقتبل حياتك وسن التكليف لأحدثك برسائل وفيها وفي طياتها خطاب وتوجيه للآباء وللأمهات كي يتحملوا مسؤولية المتابعة ومسؤولية التأطير ومسؤولية التوجيه مع أبنائهم. تعلم أخي الشاب ونحن في مرحلة انتصار الشباب، شباب المغاربة حينما انتصروا في هذا الكأس الذي حملوها إلى المغرب. ناسب أن نتحدث عن الشباب من وجهة أخرى وكيف اعتدى الإسلام واعتدت الشريعة بهذه الشريعة التي هي قاعدة الأمة في مجالات متعددة. والذي يتأمل في حياة الشباب في زمن النبوة مع رسول الله
الذين حملوا هذا الدين وتعبوا في حمله وأنفقوا الغالي والنفيس. يجب أن الشباب كانوا حاضرين في جميع مراحل الدعوة الإسلامية. الشباب كانوا قضاة، والشباب كانوا سفراء، والشباب كانوا قادة للجيوش، والشباب كانوا معلمين وأساتذة، والشباب كانوا في الجهاد، والشباب كانوا في الصناعة، والشباب كانوا في جميع مجالات الحياة مع رسول الله، إدارة وسياسة واقتصادا وقضاء وترتيبا للدولة في خارج أرض الدولة. هذا هو الشباب في زمن رسول الله، وسأذكر نماذج على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أقول لك أيها الشعب، الرسالة الأولى التي أوجهها لك ولنفسي أنا معك: اعلم أن زمنك ووقتك وشبابك أمانة ستسأل عنها يوم القيامة. عنوان هذا الشباب واستثمار الزمان والوقت. اعلم أخي الشاب أن الله عز وجل حينما وهب لك هذا العمر وأعطاك هذه الطاقة وهذا الجسم الممتلئ صحة في النظر وقوة في السمع وسلامة في البدن وسلامة في العقل، اعلم أن هذا الزمن ستسأل عنه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5 وفي رواية 4، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. سيسأل عن شبابه، عن سن 18 وعن سن 20 وعن سن 25. هذه أعمار أمانة في يدك، هو أجمل شيء عندك وأنفس شيء عندك وأغلى شيء عندك، هو زمانك، هو وقتك، شبابك، هي حياتك. املأها بالإنجازات، املأها بالإنجازات، واملأها بالطاعات التي تدخر لك يوم القيامة، يوم يقول الإنسان متحسرا نادما: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الأخروية هي حياة الشباب الحقيقي، هي حياة النعيم، هي حياة جميع الثمرات. فابدأ شبابك اليوم بما يجعلك يوم القيامة شابا مخلدا. الناس في الجنة يشعرون شبابا لا يفنى عمرهم ولا يفنى شبابهم يوم القيامة. سيسألك الله عن شبابك، فكن حريص على هذا الزمن وكن شحيحا على هذه الدقائق قبل أن تمر منك وتنصرم مسرعا. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء حينما يدق قلبه دق دق دق، اعلم أن قلبك يقول لك: إن الحياة دقائق وثواني. وكم هم الشباب الذين كانوا أصدقاءكم ومعكم وكانوا بجواركم في رمسة من العين، أخذ ملك الموت روحهم، إما بحادثة سير، وإما بموت فجأة، وإما بغرق في البحر، وإما بشيء غير متوقع. انتقل إلى جوار الله. لكن السؤال يا شاب: هل حسبت نفسك وأنت ترى مصارع الشباب حولك من أصدقائك ما مصيرهم إذا ذهبوا؟ هذه الرسالة الأولى: اعلم أن لك شبابا آخر وزمنا آخر من أزمنة الشباب ستعيشه يوم القيامة. حينما قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله، هذا الذي ينشأ في عبادة الله سيكون يوم القيامة في شبابه في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. هذه الرسالة الأولى: الشباب واغتنام الوقت، واغتنام الوقت. ابن آدم إنما أنت أيام مجتمعة. هذا الكلام للحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجتمعة، لست عظما ولست لحما ولست جسما في الحقيقة، وإنما أنت عمر، أنت زمان. هذه فلسفة العمر حقيقة. إنما أنت أيام مجتمعة، فإن ذهب يومك
ذهب بعضك حتى تفنى وأنت في فناء مستمر. أنت أيها الشاب تقطع مراحل العمر، والواقع أنك تقطع المسافات التي قدرها الله لك، فتفني نفسك بنفسك. أنت تفني نفسك بنفسك، تقطع يوما فيفنى من زمانك وعمرك، وتقطع اليوم الآخر فيفنى من زمانك وعمرك. تسير من الآجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل. تزود من الدنيا بزاد التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. هذه رسالة الأولى. الرسالة الثانية أوجهها لكم وللمنابر الساكنة الهابطة، وهي أكذوبة المراهقة. اليوم هذا المصطلح، مصطلح المراهقة، يسوق له، تحصل من أجله الندوات والمحاضرات والدورات التكوينية من أجل توجيه المراهقين، من أجل توجيه هذه الفئة. الواقع أن هذه الكلمة لا وجود لها في شرعنا ولا في قاموس ديننا ولا في سنة نبينا، إنما الذي ورد به القرآن ووردت به السنة مصطلح الرشد والحلم. فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشد يدل على تمييز وتعقل وفهم وإدراك. وأما المراهقة فإنما هو مصطلح إنما يسوق من أجل تبرير وتسويق تصرفات الشباب. لا بيخليه ما زال مراهق، لا مش مشكلة ما زال في سن المراهقة، والواقع أنه سن التكليف. اعلم أيها الشاب وأنت في سن 15 أو في سن 18 عندما تصل سن البلوغ، اعلم أن الملك يكتب عليك. أصبحت مكلفا بالصيام، بالصلاة، بالزكاة إذا كان عندك المال ورثته أو أعطي لك، فأنت مكلف ولا مسوغ ولا مبرر لتصرفات الطيش كيش المراهقة. وسنعطيكم أمثلة ونماذج على ذلك نستضيف بها إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا سن الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي سن التكليف، سن البلوغ، فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. الرشد مرحلة عقلية فكرية قلبية تعني استيفاء اللسان واستقامة الفكر. كذلك الحلم والحلم ضد السرعة والطيش. يقال فلان حليم فيه أنام، فيه تؤلة، فيه ثقة. والمراهقة تعني في اللغة العربية معاني الطيش والسرعة، الذي يقول مراهقة. وكتبت مؤلفات وكتب فكرية تستفيد عن المراهقة. اسمعوا بهذه وتأملوا في هذه الأمثلة وهؤلاء الأصناف. أولا سعد بن أبي وقاص أسلم وعمره 17 سنة. والأرقم الذي كانت داره محل الدعوة في مبدأ سريتها، هذا الأرقم ابن أبي الأرقم أسلم وعمره 16 سنة. أين المراهقة هنا؟ والزبير بن العوام أسلم وعمره 15 سنة. ومعاذ بن عمرو بن الجموح الذي قاتل في سبيل الله فقتل أبا جهل، هذا أسلم وعمره 13 سنة. قاتل أبي جهل أسلم وعمره 13 سنة. وزيد بن أسلم وعمره 13 سنة. وطلحة بن عبيد الله أسلم وعمره 16 سنة. هذا منتخب دون سن 20، هو المنتخب من سن 20. وأسامة بن زيد قاد جيوش المسلمين وعمره 18 سنة. وصهيب الرومي كان روميا وليس عربيا، أسلم وعمره 19 سنة. ومصعب بن عمير أسلم وعمره 24 سنة. وعلي بن أبي طالب أسلم وعمره 8 سنوات وقيل 9 سنوات. ولو جئنا إلى أبي بكر الصديق فقد أسلم وعمره 38 سنة في سن الأشد والشباب. وأغلب الصحابة أسلموا دون 20 أو بين 20 و30. أين المراهقة هنا؟
أين هي المراهقة؟ الإسلام يعترف بالطاقات التي تتحمل المسؤولية ولا يراعي السن، إنما المهم عنده هو استثمار الطاقات وتحرير المبادرات. ولذلك أنا أقول لكم لا تسمعوا لهذا الذي يروج له هذه مراهقة وهذه كذا، هذا كذب وهو. يجب على الشاب أن يتحمل المسؤولية، وعلى الوالدين أن يعلموا أولادهم أنهم إذا بلغوا سن التكليف فليعلموا أن الملك يكتب عنهم، وأن زهرة شبابهم سيسألون عنها، وأن شبابهم إذا أعطوه لله ولخدمة عقيدة الله وخدمة الوطن وحب الدين وحب الشريعة ذلك سيكون حجة لهم يوم القيامة. وسأضرب لكم أمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا. اعلموا عباد الله، وهذه الرسالة الثانية أيها الشباب، أن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حينما ضاق المسلمون ضرعا بإداية المشركين وجاء الإذن من الله لرسول الله بأن يهاجر، اعلموا أن هذا الحدث الذي غير مجرى التاريخ الإسلامي وبه ابتدأ التاريخ الإسلامي الهجري، الذين نصروا هذه الهجرة وضحوا من أجلها وكانوا سببا في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاحها الشباب وسأتأمل في هذه الأسماء. أولا سيدنا علي افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في هجرته، ترك عليا في فراشه، ترك سيدنا علي وهو شاب يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضويها على المشركين، لأنهم لما علموا أن رسول الله سيهاجر جمعوا من كل قبيلة قرشية فتى شدا قويا ووقفوا على بيت رسول الله على باب بيته. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ترك سيدنا عليا في مكانه ثم فتح الباب وخرج والمشركون في بابه، ثم قرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما خرج النبي واستفاق المشركون بعدما غشيهم ما غشيهم نظروا من شروق الغرفة فرأوا سيدنا علي وهو مغطى فقط مسافة الغرفة، نزل إليه رسول الله خارج والذي بقي مكانه شاب. هذا هو الأمر. ثم إن الذي كان تصنع الطعام وتهيئ لرسول الله أسباب رزق أبي بكر مشاركة المرأة في حدث الهجرة، وهي بنت شابة خفيفة طيبة. الشباب رجال ونساء نصروا الهجرة النبوية وساهموا في نجاحها ونسهم في نجاحها، فكانت تصنع الطعام وترسله مع أخيها ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكان يحمله إلى دار ثور وقد مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فتشق نطاقيها وتربط ذلك الطعام وترسله مع أخيها وهو أيضا شاب في مقدم العمر عبد الله بن أبي بكر، كان يلعب دور المخابرات والاستخبارات فيحمل أخبار بركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول المشركون وماذا يخططون، فيوصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الشباب الذين شاركوا في نجاح الهجرة النبوية عامر بن فهيرة أسلم وهو في 20 من عمره، فكان يأتي إلى غار ثور بغنم ليحلبها أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغطي خطى أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما ورضي الله عن الجميع. هذه يقول استثمار الشباب وطاقتهم في نجاح الدولة، في نجاح الأمة وفي صناعة وبناء الدولة وقوتها. ثم أيضا الشباب استثمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم قيمتهم وأعطاهم مكانتهم، فكانوا يمثلون الدولة الإسلامية في سفاراتها. النظام اليوم عندنا نظام السفارة، سفراء الدولة وكل دولة لها سفراؤها، وأول سفير في الإسلام مصعب بن عمير هذا الصحابي الجليل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعيش في طرف من الحياة
وتبليغ دعوة الله، فصار يعيش في شرف من العيش وقلة من رغد العيش ليعلي كلمة الله وكلمة رسول الله، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لدولة رسول الله في أرض المدينة المنورة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دون 30 من عمره. وعلى يد مصعب بن عمير أسلم سعد بن معاذ رئيس قبيلته، وسعد بن معاذ أسلم وهو ابن 39 سنة في قوة شبابه. فلما أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير هذا الشاب الذي بذل حياته وباع حياته لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حينما أسلم معاذ بن جبل سعد بن معاذ على يده قال لقومه، قام خطيبا فيهم ثم قال لهم: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا، حتى تدخلوا في الإسلام. نعم، لا يكلمني أحد من رجالكم ولا أحد من نسائكم، فكلامكم حرام علي حتى تدخلوا الإسلام. فأسلموا كلهم بسبب بركة مصعب بن عمير أول سفير لسفراء الإسلام. هذه السفارات كانت تمثل الدين، تمثل الدولة، تمثل الاقتصاد، تمثل السياسة. مصعب بن عمير كان معلما وإماما ومفتيا ومحفظا للقرآن ومبلغا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفات السفير التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أيضا في هذا النموذج الثالث الذي هو معاذ بن جبل، هذا الشاب القاضي المفتي الوالي كان يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة. أسلم معاذ بن جبل وهو ابن 18 سنة، أسلم وعمره 18 سنة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفظها الله من كل سوء ومكروه، وجمع شملها وأراق وحفظ دماءها من الظلم والغدر والخيانة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو ابن 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه، يعني في سن 20 عفوا. يعني هذا الصحابي أسلم شابا وبعث إلى اليمن قاضيا ومعلما وواليا وهو في سن الشباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وتوفي رحمه الله، وكم كان عمره؟ قيل توفي وهو ابن 33 سنة، وقيل توفي وهو ابن 28 سنة. لم يكن عمره لكنه كان مجتهدا. قال فيه النبي لما أرسله إلى اليمن قال له: بما تقضي يا معاذ؟ كيف تقضي من الناس يا معاذ؟ فأجابه قائلا: في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تجد في القرآن؟ قال: ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تجد في القرآن ولا في السنة؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر. فتهلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وحين توفي معاذ بن جبل قال فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه في حياته: لولا معاذ لهلك عمر. هذا عمر يقول هذا الكلام في حق سيدنا معاذ بن جبل وهو شاب: لولا معاذ لهلك عمر. فكان يستشيره كثيرا صلى الله على رسول الله ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرضه ولكم جميع المسلمين آمين. الحمد لله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذا النموذج الرابع ايضا من نماذج الشباب الذين عاشوا في زمن المسؤوليات. هو
ثابت. زيد بن ثابت كان صحابي جليل، كان مفتيا ايضا، وكان قاضيا، وكان كاتبا للوحي مع رسول الله ومع سيدنا ابي بكر الصديق ومع سيدنا عثمان. هذا الصحابي الجليل اسلم وعمره 11 سنه. زيد بن ثابت اسلم وعمره 11 سنه. يقول به النبي صلى الله عليه وسلم: افرادكم زيد بن ثابت اي اعلمكم بالفرائض. الفرائض هي قسمه مواريث. افرادكم زيد بن ثابت. واليوم علم الفرائض من اصعب العلوم. كان يدرس في التربيه الاسلاميه كان يزملوه ولا كان منفعه عنده قيمه. يبغى الفرائض يمشي عن العلوم هو يصلوه. افرادكم اي اعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت. هذا الصحابي الجليل ايها الاخوه الكرام امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم اللغه العبريه واليهود، فتعلمها رضي الله عنه وارضاه في نصف شهر. تعلم لغه قوم في نصف شهر، وهذا من فضل الله عز وجل على هذا الرجل. وقد كتب الوحي وجمع القران رضي الله عنه وارضاه في زمن رسول الله وفي زمن ابي بكر وفي زمن سيدنا عثمان. وقد قال ابو بكر الصديق في زمنه عندما اراد ان يجمع القران قال لزيد بن ثابت: انك شاب عاقل لا اتهمك وقد كنت تكتب الوحي على رسول الله. وكان اسمي بالامور الاخلاقيه الرجل لا المكان المناسب في الطاقات كالمجالات لا تحجر على الطاقات. شابه لا تمنع من مزاوله المهام بين الشخص كان مناسبا في مكان في مسؤوليه تعطى لا ان يقصى لا ان يبعد لا ان يضرب لا ان يتكرر فيه يكون بالخارج والباب عمي خارج وصارف. لم يكن ابدا. انما فضلنا نصل بالكفاءات ويتحملها اي يتحمل مسؤوليه اهل الحكمه ومن يستحقونها. لكن اي امه قصت شبابها وضيعت الطاقات وجعلتها تهجر لا خير فيها. لا خير يسالون يوم القيامه عن هذه العقول التي تلقى وتقصى وتصاب بالمرض والامور النفسيه لا يعلمها الا الله. اخذه رسول الله واخذه ابو بكر الصديق وقالوا انك شاب عاقل لا تهيب، وامره ان يبدا بالقران. فقال زيد بن ثابت: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان اهون عليه. يقول يستشبهه بكل شيء بالوحي. اكتب كلام رسول الله كلام الله عز وجل واخذ بنموذج النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخاطب بالقياده العسكريه والسياسيه ايضا شبابا، فاختار شابا في سن 18 من عمره أسامة بن زيد وأرسله على رأس جيش كبير إلى أرض الروم في أرض الشام اليوم الآن التي هي الأردن. أرسله إلى تلك المنطقة وفي الجيش عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وتردد مع الصحابة فقالوا: هذا شاب كيف سيقود جيشا به كبار الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعترف بالسن، بل يعترف بالمسؤولية والطاقات، وليس في هذا إقصاء ولا تنقيصا من أبي بكر ولا تنقيصا من عمر ولا تنقيصا من علي. لكن النبي يعلمنا أن نعطي المسؤوليات من يتحملها بأمانة وجدارة. فتردد الصحابة فقال: أنفذوا بعد أسامة. قل ولا تترددوا، أنا الذي أمر. أنفذوا جيش أسامة يجب أن يخرج ولو كان فيه أبو بكر وعمر. أنا الذي أقول. فكان فتحا مبينا واتصل المسلمون دون أن تموت نفس واحدة في سبيل الله، دون أن تستجد سيف. اتصل المسلمون في هذه الغزوة دون أن يموت أحد. أيها الأخوة الكرام، شبابنا سمعوا لي أخاف عليكم وإذا الكلام يقول وهل أقول لكم أنفقوا ظهركم بطاعة الله، أنفقوا حياتكم، تقبلوا أزمنتكم فيما ينفع الأمة، في
فيما يقويها، فيما ينفع وطننا، فيما يحافظ على امن وطننا واستقراره وتمكنه. واقول للمسؤولين: اعطوا الحقوق للشباب، افتحوا المجالات امام الشباب، خذوا بيد الشباب، افتحوا لهم الابواب، حفزوهم، امنحوهم، اعطوهم، افتحوا لهم فرص الشغل، افتحوا لهم فرص الزواج، مؤسسات الزواج، اعطوهم من مال الزكاه، افتحوا لهم فرص الحياه والاستقرار حتى يحبوا وطنهم ويخدموه ويحبوا دينهم ويحبوا والدهم. لكن هؤلاء المسؤولين اذا لم يفعلوا هذا سيحاسبون الله، سيحاسبون الله، ان الله سائلهم مسائل الراعي عن مستعارة. ما حفظ ان ضيع، ما حفظ الامانه ان ضيع. يسأل الله عز وجل فواتر حسنى تقواها وزكيها خير زكاها نور ومولاها. اللهم يسر كلمه نافعه وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا تعيش السعداء وموت الشهداء وشفاء من كل داء، وارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما ونظر الى وجهك الكريم. اللهم اهد شبابنا واهد شبابنا واهد اللهم نساءنا وردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح اولادنا وبناتنا ونساءنا. اللهم اجعل قلوبنا مملوءه بالقران ولا تجعلها عصيا للشيطان وطهرنا من النفاق والشقاق والصلاه. اللهم ارزقنا حبك وحبا من يحبك وحبا من تدعونا محبا وعيدا. اللهم اجعل حبك حبيبنا من الماء البارد على الطهر. اللهم ارزق اخواننا المسلمين في فلسطين وغزه وفي سائر بلاد الاسلام. اللهم انصر على اعدائهم واعدائك على دين الاسلام والمسلمين وانزل باسك وغضبك على الصهاينه الغاصبين المعتدين. اللهم ارنا فيه قدرتك. اللهم انهم اخطاوا في البلاد وتجبروا وانه لا يعجزك شيء وانك شديد المحال. اللهم ارنا فيه ما تجب به اعيننا واعين رسول الله، فان نساءهم يؤتمك ورملك واطفالهم ان يؤتموا. اللهم كله وبارك عليه. اللهم صل على نبينا محمد السادس وتعز الاسلام والمسلمين وتعلن رايه الاسلام والدين. اللهم اغفر عن الخير وخير العمل وخير الجهود والخير والبركه والاحسان واجعله اوفر رحمه بشعبه ووطنه واجعل الجنه معه مما تلا وكهل. اللهم ارزقنا العافيه وقوال العافيه والشكر على العافيه. اللهم ارزق التيسير والفضل من التعسير وبارك اللهم في ولي عليه والحسنه وانفس ولنا الحسنه واحفظه لنا حفظه يهديك الحكيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الله لمن